قضية غريبة. هاد القضية ما عمركم ما سمعتوا بها ولا عمركم غادي تسمعوا بها. لا 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 لا، بالعكس، هاد القضية أصلا عمركم ما فكرتوا فيها. قضية اللي زعزعات أي واحد سمع بها. أهلا وسهلا الخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم ماشي قصة، باش نكسروا شويه الروتين ديال القصص والروايات. جيتكم اليوم بهذا القضيه الغريبه اللي زعزعات اي واحد سمع بها. هاد القضيه اللي حقيقيه، وباش ما نحرقوش الناس ديالها وداكشي، غادي نبدل المكان وغادي نبدل السميات. نتمنىكم ديروا لايك سبسكرايب وكومونتير، وخليونا ندخلوا في هاد القضيه. ليتس جو. ابنتي، كان وعدك ما عمرني غادي نخليك حتى نزوجك ونضمن لك مستقبلك. غادي نخدم وغادي نكبرك وغادي نوفر لك اي حاجه بغيتيها. كوني هانيه بنتي، ما غاديش نخلي عندك نقص ديال الام ولا شي حاجه. المرحومه غادي نعوضك في فراقها. كوني هانيه بنتي، مستحيل تخصك شي حاجه معايا. هكذا قال حمد. نقولوا لبنتو ليلى. حمد كان تاجر، ما خاصو تخير، ولكن بعد الوفاة ديال الزوجة ديالو بقى غير هو وبنتو. وهاد الهضرة كان قال لها باللي ماتت المرحومة امها. بقى خدام عليها وتكبر فيها. ضغطوا عليه العائلة بزاف باش يتزوج، حتى قدروا يقنعوه. تزوج وجاب مراته وعاش مع بنته. المرأة ما كانتش خايبة، بالعكس، ولكن ليلى كانت ديما تتلقى السبة وديما مضاربة مع مرات باباها. داز الوقت والأب فضل بنته على مراته، طلق مراته. وهاد القضية ما عمرها طرات، ولا قليلة بزاف كاع أن الواحد تيطلق مراته على قبل بنته. ولكن بات ليلى دارها كل شيء على قبل بنته، وفى بالوصية اللي عطى المرحومة مراته بأنه غادي يخلي بنته في عينيه. كملات ليلى 16 عام، وهنا فين غيتزاد معاهم الزيد. هاد حمد كان عنده واحد صاحبه نقولوا سميتو اسماعيل. جا عنده وجاب معاه ولده سميتو محمد. جا عند صاحبه وقال ليه: صاحبي، انا عارفك وانت عارفني، حنا الله يعمرها دار بجوج، والصراحه ما كرهتش تعطيني بنتك ليلى لولدي محمد. قال ليه احمد: اوديها اسماعيل، راك عارف البنت باقا صغيره. قال ليه: احنا دابا غير غنخطبوها وتيكملوا 18 عام، ورا ولدي تبارك الله خدام وما خاصو تا خير، وديك الساعه نزوجوهم، علاش لا؟ قال ليه احمد: شوف، ما عندي انا ما نقول لك، نتشاوروا مع البنت ويكون خير ديك الساعه. عيط احمد على بنته ليلى وقال لها على الموضوع. وافقت ليلى بعد ما تلاقيت مع داك محمد، ولكن احمد كانوا عنده شروط. قال ليه: شوف ولدي، انا موافق على هذا الزواج، ولكن عندي شرط. قال ليه الولد: نعم عمي. قال ليه: شوف، غادي تتلاقى بها نهار الجمعه، من الجمعه للجمعه، وثانيا غادي تلاقاو في الدار هنا، وضروري يكون معكم شي واحد، انا وباك. قال لي: واخا عمي، ما يكون غير خاطرك. قال ليه: وثانيا خدم باش تبني راسك وتلقى باش تعيشها. الولد سمع الكلام ديال نسيبو، شرا واحد التريبورتور وبدا خدام عليه. خدام تيحاول يجمع راسو. اما الاب ديال ليلى فمن تما هو تيتقاتل وتيبيع ويشري باش يوفر لبنته اي حاجه، وما يصيفطاش لدار راجلها غير هكاك. دازت مده، وهنا فين غيتغير كل شيء. محمد ما بقاتش كافيه غير ديك الجمعه اللي يجيو يشوف ليلى، بدات يعمر لها في راسها. قال لها: شوفي يا ليلى، كيفاش حنا غادي نبقاو نشوفوا غير في الجمعه؟ خاصك ضروري تخرجي ونشوفك
وحنا ما يمكنش لنا نبقاو غير هكا. قالت ليه ليلى ولكن راه كلام الاب ديالي هو الكبير. بقات يعمر ليها في راسها واقترح عليها واحد الاقتراح اللي غادي يندموا عليه من بعد. قال ليها اش بان لك نهربوا من الدار، نهربوا ونمشيو نتزوجوا، وديك الساعه عاد نرجعوا عند الاب ديالك، وديك الساعه راه غادي يرضى بزز هو الاب ديالي. في الاول تردات ولكن وافقات، ولكن الصدمه هو القرار اللي قالت ليه شوف علاش غادي نهربوا وغادي نمشيو نتكرفصوا، اش بان لك نتهناو من الاب ديالي. قال لها واش هضره منيت كيفاش نتهناو من الاب ديالك؟ قالت ليه كيف ما سمعتي خصنا نقتلوه. قال لها واخا ولكن خاصنا ضروري خطه. قالت ليه كون هاني داكشي غادي نفكروا فيه. دازت يومين وبما تفكروا في الطريقه كيفاش غادي يقتلوا الاب ديال ليلى، حتى لذاك النهار اللي عيط فيه الاب ديال ليلى على راجل بنته المستقبلي. قال لي شوف ولدي محمد، انا عندي شي سلعه بنوصلها من واحد البلاصه للمحل ديالي، وانت مع عارفك محتاج الفلوس، بغيت نتعاون معاك، جيب التريبورتور ديالك وجهز لي ديك السلعه. قال ليه واخا عمي. عيط محمد على ليلى وقال لها وقيله وصل الوقت. الغد ليه مع 5 الصباح كان محمد واقف هو نسيبو، هزو ديك السلعه وغادي نبيع في التريبورتور. وصلوه للمحل ديالو، فتح المحل ودخل. صيفط محمد ميساج لليلى وقال لها الاب ديالك معايا. قالت ليه زكا ما تقتلوش تنجي. بقات ليلى مده هزات داكشي اللي خاصها ووصلت للمحل ديال الاب ديالها. هو هضر هو محمد، فجأة خشات ليه ليلى الموسفى ظهره طاح على ظهره وهو تيشهق والدم عمر البلاصه. شاف فيها شوفه طويله وقبل ما يفارق الحياه قال لها ياك بنتي هذا هو الجزاء ديالي، وتما دم الامانه امانته. ليلى ما ندماتش، بالعكس جبدات واحد ليزار والواد فيه الاب ديالها هي ومحمد، هزوه وداروه في التريبورتور. بعد ما نقاو المحل قالت ليه انت ديه انا غدا للدار. مشاتو اما محمد دا الاب ديال ليلى ولاحو. مشات ليلى عند جداها وبقات معاهم داك النهار. قالت لهم بان الاب ديالها قال لها بانه غادي نوصل شي سلعه وما شكوش، ولكن الله الا بغى يبين شي حاجه تيبينها. كان واحد الراجل غادي ما عليه ما بيه، حتى بان ليه ليزار وعامر بالدم وسطو الجثه. الراجل بقى مصدوم، وديك الساعه صونا على البوليس. جاو التحقوا بالمكان وداروا معاينه، عيطوا لبنته قالوا ليها فين كاين باك. قالت لهم راه قال لي عنده شي خدمه. قال لها خدمه وغادي معاه بليزار. بقاو تيضغطوا عليها البوليس وعرفوها تدخل تخرج في الهضره. قالوا ليها شكون هو اللي كان داير معاه باك؟ قالت ليه الاب ديالي ما عرفتش ما عرفتش الخدمه ما عرفتش شكون اللي فيها بالضبط. تما الكوميسير عرف بانها فيها الدخل. قال لها اري لي تليفونك. قالت لي علاش؟ قال لها قلت لك اري لي تليفونك. شد من عندها التليفون والصدمه ملي فتح التليفون لقى الميساجات ديالها مع محمد، وتما تفرشات القضيه.
مشاو البوليس ولقاو القبض على محمد بعد ما تأكدوا من أنه هو اللي معاون ليلى في الجريمة. تحكم محمد ب 25 عام، أما ليلى فضربوها بالمؤبد. وبهنا كتسال القضية ديالنا. وشوفوا تبرهيش فين وصلهم. كون تسناو غير شوية حتى يتزوجوا ما كانش غيطرى هكا. نصيحتي لكم ما عمركم تهوروا، والديكم راهم كيبغيو لكم غير الخير. والسلام عليكم.